كلنا بنقوم من النوم بنجري نمسك التليفون نشوف مين اللي بعت لنا رسالة على الواتساب، على الفيسبوك، على الانستجرام، ونلاقي الوقت بيجري جري رهيب. النهارده هتكلم عن اعظم حاجة ممكن تغير يومك كله، لحظات بيبتدي فيها يومك بذكر الله. اهلا بيكم في الفيديو. النهارده هتكلم عن اهمية اذكار الصباح وليه هي بتغير يومك، ليه هي بتخليك ان انت تبقى حاسس بالسعادة، بالطمأنينة، بالفرح. أذكار الصباح بتحميك من الشر، من الحسد، كمان بتحميك من وسواس الشيطان. دايما بنبقى عايزين مثلا ودي بتواجهنا مثلا معظم الناس اللي مش مواظبه في الصلاه، تلاقيك اللي هو ايه، لا خليك كمان شويه، لا ممكن نجمع الصلاه على الصلاه. فدي كل ده بيحميك ان انت تبقى في نشاط كده، ان انت عايز دايما لما تلاقي الخير وان ربنا قريب منك بتحس ان انت طمعان عايز اكتر واكتر واكتر. كمان بتخليك مطمن من جواك. حتى ذكر في كتاب القرآن الكريم بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني انت كمان مش شايف الكلام الجميل ده، وان انت ربنا بيقول لك انا اعطيك المفاتيح اللي هتبقى الدنيا بالنسبة لك حلوة، واحنا ما بنعملش دي. كمان بتخلي في بركة في رزقك، بركة في علاقاتك، بركة في مالك. اوقات بيجي علينا وقت بنلاقي الفلوس بتطير، راحت فين ما نفهمش، معانا 500 جنيه فجأة طاروا. فكل ده من فوائد أذكار الصباح. كمان بتخلي علاقتك بربنا قريبة، بتلاقي ان الدنيا مش ضدك، بتلاقي ان اي مشكلة بتحصل في يومك بتلاقي ليها حل، ربنا بيديك لها حل. زي ما ربنا بيخلق السبب بيخلق الحل معاك. خلي أذكار الصباح دي عادة في يومك. أول ما تفتح عينك تقرأ أذكار الصباح، تقدر تجيبها من مليون مكان، من مليون طريقة. لو انت عايزها هتسعى ان انت تدور عليها وتجيبها. هتلاحظوا الفرق ما بين حياتكم فعلا ان انتوا ما كنتوش بتقولوا اذكار الصباح، وما بين ان حياتكم بقت كويسة، بقت كلها خير، بقت كلها بركة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل حاجة جديدة انا بعملها.